صباحات الله بخيره، يلا شيل النية لشهر خيرات 100. صباحات رمضانية على إذاعة الأمل. أهلا ومرحبا بكل أوفياء ومستمعي إذاعة الأمل أينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا اليوم الجميل مع برنامج صباحات رمضانية. وأسعد بلقائكم معكم في الإعداد والتقديم أم كلثوم عصمت. صباحكم أفراح لا تفارق قلوبكم، وصباحكم ابتسامات ترسم على وجوهكم، صباحكم مليء بالطاعة والعبادة، صباح الأمل والفرح والسعادة. ما أجمل الصباح الذي يذكرنا بقوة الله سبحانه وتعالى ويحسسنا بالأمان وبرحمته الذي لا يخيب عبدا إذا دعا. فاللهم إنا نسألك صباحا يملأ الأجساد راحة وعافية والروح فرحا. اللهم ارحمنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في أمورنا. أسألك يا من رفعت إليه الأكف تسأله الحاجات، اللهم يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل فضله يتعلق الراجون. نرجو منك أن تتقبل دعواتنا وتقبل صيامنا وغيامنا، اللهم آمين يا رب العالمين. تحية صباحية متجددة يا أحباب، وأنتم تستمعون إلى إذاعة الأمل يوما موفقا نتمناه للجميع، فاستقبلوه بالتفاؤل والأمل. فالأمل أعزائي المستمعين هو الذي يجعل لحياتنا معنى، وهو الذي يبعث فينا الطاقة والتفاؤل، وبدونه يكون الواحد منا حزينا ومحبطا ويفقد الرغبة في الحياة أحيانا. ومن أجمل ما قيل في الأمل يجعلنا نعيش برسم ابتسامة جميلة في وجوهنا، أمل نحيا به حتى نموت خير من يأس يقتلنا قبل أوان الرحيل. عزيزي المستمع، احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر أنك تريد أن تبتسم فتظاهر بالابتسامة، حيث العقل الباطن لا يستطيع التفريق بين الشيء الحقيقي والغير حقيقي. المستمعين الأحباب، أنشروا روح الأمل والتفاؤل بين الناس، وعيشوا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تطمئن قلوبكم وتبشركم بمستقبل واعد لهذه الأمة، وإياكم ثم إياكم والإحباط، فإن المحبطين لا يغيرون واليائسين لا ينتصرون. والأمل عزيزي المستمع في غد أفضل ليس مجرد تفاؤل لنحيا به، إنما هو عقيدة وإيمان بأن الله غريب مجيب، إنما ابتلانا ليختبر قلوبنا وظننا بعدله ورحمته. عزيزي المستمع، كل يوم في حياتك يوم غايم بذاته لا يعود، فلا تحمله ما لا يطيق من ذكريات الأمس وهموم الغد. هكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج صباحات رمضانية. كنت معكم خلف الميكروفون أم كلثوم عصمت، مع السلامة.